كيف سيتم يعني علاج الأزمة التي كان من الممكن أنه يفتعلها في كأس العالم للأندية؟ وكأس العالم للأندية احنا مش بنقول بقى مباراة هنا نهائي بطولة أفريقيا في مصر، لا، كأس العالم للأندية محط أنظار العالم كله، جميع تلفزيونات العالم بتعملها، وبالتالي لها تكتيك آخر. يعني أنت كنادي كنت تحتوي هذه الموضوع إزاي؟ طب كيف إذا لم تعاقب هذا اللاعب كيف ستقوم يعني زي ما بيقولوا انك بالسيطره على الموقف في حاله عوده الدوري المصري؟ كيف ستقوم؟ اليس من الممكن كذا لاعب ياتي؟ يعني انت شايف حضرتك اللي عمله الاهلي ده جيد ولا شايفه الاهلي مجبر مش جيد؟ الاهلي مجبر، والاهلي تاخر. كل الاحترام والتقدير لاداره الاهلي وهم اصدقاء، لكن الاهلي لا انا اقصد ايه، تاخر في فكره انه يعاقب عبد الظاهر. هناك مد اخواني داخل النادي الاهلي، واداره الاهلي تساعد هذا المد من خلال ثمانية واحده بس. هقول لك ما احنا هنتكلم في الحته دي. طيب اتفضل عشان عايز نطلع فاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع تقول المد الاخواني في الاهلي على هذا القرار، وليس تاخده نتيجه رايه يعني الشخصي. لو هو سابه لنفسه ما كانش هيعمل العقوبات دي. لا يمكن النادي الاهلي في حاجه قلت مد اخواني في مد اخواني في الاهلي او اداره الاهلي، واداره الاهلي نفسها تعلم، وهي التي ساعدت في زياده المد الاخواني داخل قطاعات النادي الاهلي. يعني اول مره نشوف مثلا يقول لك ايه قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكيل وزاره ايه قطاع الناشئين بقى؟ قطاع في مسؤول عن الكوره بس، قطاع الكوره، قطاع الكوره مش قطاع الكوره عفوا، قطاع الكوره. الاهلي هناك مجموعه من المدربين والناشئين ذهبت الى منصه رابعه اكثر من مره، ويعلمون انهم ينتمون للاخوان، وبالتالي عندما ينتمي احد الى فئه سياسيه وانت ما حذرتوش قبل كده، بمعنى ايه؟ اصل في مشكله. بس هو مش مشكله برضه عشان نوضح للناس مش فيها توجهك السياسي، انت ما دام ما ياثرش على شغلك دي برضه حاجه. ما هو يا كابتن حازم في مشكله كبيره جدا، يعني قصدي في ناس كتير يا اخوان مثلا بس ما بتعملش حاجه مؤذيه في المجتمع، فدي ناس يا كابتن انا صحفي. الصحفي مثلا يعني هنقول شخصيه عامه، هنقول مثلا معروف عشان بيطلع معاك مره او مع مش عارف مين فانتوا بتشهروه، ماشي. سلوكه لازم يحافظ عليه، بمعنى انا لو جيت اقعد مع اخوان او جيت اقعد مع تيار ضد الاخوان او سلفيين او اي تيار او ليبراليين، انا كده بتحسب عليهم. بمعنى هل انا انا بشارك شغل سياسي؟ لو بشارك شغل سياسي اعلن، لكن لابد انه شغلي السياسي ده يبقى بعيد عن شغلي في الجورنان او في اللي هو في النهايه اكل عيشك. يعني ما ينفعش انك غير لو انت بقى ناقد سياسي وده ليك توجهاتك السياسيه، ده حاجه، او ناشط زي ما بيقولوا اللي هي طالعه موضه، كل واحد ناشط سياسي دي. لكن في النهايه انت تعلم انه في ازمه عندك، وانه زي ما بيقولوا الدمل هيجي في مره وحد يفتحه، لكن اللي فتح الدمل هو كدر بسيط جدا مصور القناه التي كانت قناه الجزيره وهي بتنقل المشهد، هو ده اللي خلى فجر العمليه. لكن خلي بالك الموجودين داخل الملعب ما حدش يلاحظ، لانه دي بتبقى يعني جزء من الثانيه، فبتبقى صعبه. التلفزيون المصري اللي زعل الماتش فبتبقى صعبه جدا. لكن انت النهارده يا حازم امام لو انت رئيس النادي الاهلي او مسؤول عن اداره النادي الاهلي، كيف تناقش هذه الازمه؟ يعني ما هو طبيعي لازم يبقى فيه عقوبه. طب العقوبه الماليه لا، ما ينفعش عقوبه ماليه، لازم الايقاف هنا بقى تقول لي ايه؟ الايقاف سنه، الاهلي حدده؟ ما حددوش الايقاف، هو عرضه للبيع يعني خالص، انا مش عايزه يعني. ما هو فكره عرضه للبيع دي فكره يعني جمله تجميليه ما فيش، لن يجرؤ اي نادي في مصر انه يروح يشتري احمد عبد الظاهر الان. معنى انه يشتري احمد عبد الظاهر الان او يحاول انه يشتري عبد الظاهر الان، اذا هو ضد ما حدث، انه اذا هو مع 5 أو 6 أو 7 اللي هي بتاعت الصوابع دي، ولا اسمها ايه؟ ثالثه رابعه يعني. وبالتالي يعني عشان ما نضحكش على بعض، شيحه مثلا عمل معاك مداخله، وهو راجل شيحه ده راجل محترم وبيجري ورا اكل عيشه وشغله ان هو يسوق عبد الظاهر وانه ما يخسرش، ده اوكي. لكن هي القضيه في حاجه، شيحه النهارده يقدر يعرض مين عبد الظاهر على مين في الانديه المصريه؟ قال بيخلصوا عليه كده، عمليه صعبه. لكن بلاش هم يخلصوا عليه، لكن هم ما خلصوش عليه، هو خلص على نفسه. هو طبعا يعني هو الامانه خلص على مساعات ربنا بيحط خلص على. احنا مش عايزين ننسى اللي فاز في المباراه هو النادي الاهلي وليس الاخوان اللي فاز في المباراه. انت ليه يا اخي بتبوظ فرحتنا ليه؟ ده احنا في اشد الاحتياج لفرحه بقالنا 3 سنين، مكبوتين في كل فئه تيجي تمسك تكذب علينا. هي المشكله كمان ان احنا ما بنتكلمش على الماتش خالص، يعني انا ما بنتكلمش على الكوره، ما فيش فنيات، ما اتكلمناش على كله رايح في حته عبد الظاهر دي، واللعيبه يا عيني اللي عماله تجري وبقى لها سنه عماله تتحرك عشان تجيب بطوله، ما حدش بيتكلم على اللعيبه. يعني انا القراء النهارده بيتصلوا بيا في الاهرام بيقولوا لي انتوا ما كتبتوش عن الماتش، المكافآت ايه، ردود الافعال زي ما بيحصل، وده طبيعي. لكن انت قلت له ردود افعال ايه؟ ده مصر كلها مولعه من الحركه بتاعت عبد الظاهر، وبالتالي انت لابد ان انت كنت تتابعها، لانه ما ينفعش ان انت تتجاهلها. لكن في النهايه كابتن حازم كان لازم يبقى في قرار، لانه بعد كده اي حد يعمل الحكايه دي تيجي بقى. اتفضل. لا يعني انت موافق على هذا القرار؟
لا موافق. طيب. لا طبعا لازم موافق، بس انت شايف احمد عمل يتحمل، احنا مش بنظلم احمد. شايفه قاسي ام غير قاسي؟ لا 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 ده صفافير، ولا قاسي ولا صفافير. اقول لك ليه صفافير. انا حاسس ان انت ان هو بعد شهر القرار ده هيتلغي. اقول لك ليه صفافير. ايوه بالظبط. ازاي تفرغ القرار من مضمونه، تعمل شكل من اشكال الثوريه انه مش عارف عملت ايه، ولما تيجي على الورق ولا حاجه صفافير. ما تيجي تقول لي الاهلي عنده ايه ارتباطات جايه ولا حاجه، هي كاس العالم. طب ما طبيعي جدا ما يشاركش في كاس العالم لانها بعد 20 يوم ولا بعد شهر. طبيعي ده اول بطوله. هتيجي تقول لي الدوري من الممكن ان هو لا يقام، لانه الدوري يعني الجهه الامنيه هي التي تتحكم اكثر، انه لازم الامن. هو لغايه دلوقتي المفروض يعني 30/12 يعني ده كلام، لكن الدوكيومنتس لازم الاتحاد لازم الامن يوافق. لكن في اتجاه اخر اللي